ليه حضرتك من البداية اخترت كلية هندسة؟ هل كانت في خطة واضحة ولا والله حضرتك؟ انا ما اخترتش. احنا ما اخترناش على ايامنا، ما كناش بنختار مم. على ايامنا. يعني ما كانش بقى فيه اللي هو ان الطالب بيفضل يذاكر بقى 24 ساعه والكلام من ده. انا رحت اخد درس، الراجل قال لي امشي على بعيد يعني. ليه؟ رحت اخد خدش درس، درس؟ قال لي لا لا، امشي امشي، انت ما تاخدش درس. ليه؟ قال لي انت كويس ما تاخدش درس. مم. يعني ايه؟ ما وانا كنت باخد درس عنده عشان يديني تفاحه، كان بيدي تفاح الكلام يحل ده كان مساله في بيدي تفاح سنة كام؟ م? في سنة في الستينات. الستينات تقريبا. اه في الستينات. اه. كان الراجل ده هو بيدي درس، عنده ثلاجه في الاوضه كده، اللي يحل مساله دي تفاحه، يدينا مساله اللي يحلها يديله جنيه. كنت انا رايح عشان كده. حضرتك كنت بتروح فقال تسيطر لي على لا، انت الجوائز. تروح انت وبتاع وكده، يعني ايه. ما كناش بنختار. انا جات لي مثلا ايه في ايام ثانويه، ما كنتش اقول لك بقى ان انا كنت بذاكر بقى اول والكلام من ده. كنتش جات دحيح لي يعني يا جات دكتور؟ لي لا جات لي تجاره عين شمس. اه. وكان ليا زميل الله يرحمه اللي هو الله يرحمه. حسن الشماخ، كان زميلي صديقي جدا. الله يرحمه. جات له زراعة عين شمس. مم. وخلاص اتكلنا على بعض، اتكلنا على الله ونروح. والدي حتى راح حجز شقة كده في المرج كده عشان أركب المترو وأروح على عين شمس وكلام من ده. فلقينا حاجة اسمها معهد بترول في السويس، فتح الباب سنتين المعهد يعني. فاتح فتح 1961. 61، احنا 61. كنا دفعة 63. اه. وكانت والدتي برضو كانت فرحانة بالمعهد يعني الله. وقلنا نرجع المعهد. عشان نرجع المعهد لازم نسحب ملفات، لازم اجيب ولي امري. ولي مم. امري فين؟ احنا في القاهره في السويس. فخرجت انا وزميلي، كل واحد مضى ايه اللي استمر ولي امره. ودخلنا سحبنا ملفات ورجعنا على السويس. الحقيقه ما كانش في اي اختيار. والحقيقه يعني يمكن القرار كان صعب فعلا، يعني نرجع السويس ونبقى في وسط اهلنا، في وسط برضه، لان الدراسه ما كانتش سهله. اه. يعني الدراسه كانت في المراحل دي. حضرتك كنت مقيم في السويس اصلا؟ مم. موجود في السويس، كل العيلة في السويس وكلام من ده. وكانت دراسة الصبح وبالليل. مم. كنا ندرس الصبح ونخلص الساعة 2، نروح نتغدى، نرجع الساعة 4، نكمل الساعة 7. محاضرات تاني وسكاشن. من السبت للخميس. ايه. السبت دلوقتي. الخميس. دي كانت اه. الدراسة فعلا كده. مم. السبت الخميس. ومع ان عددنا ما كانش كبير، كان قسم تكرير كله ده هو الدفعة كلها 32 طالب. سيكشن واحد، 32. سيكشن هو محاضرة. اه. ففعلا ما كانش فيه اختيارات يعني حضرتك بالمعنى. اخترت هندسه او بترول الاول عشان هي قريبه من المكان لما طبعا جينا الصح. بقى بعد اعدادي، في كان اقسام. اخترت تكرير برضو عشان برضو السويس، معامل مم. التكرير في السويس، شركه النصر وشركه السويس. كان ترتيب الاقسام برضو احنا. برضو بالدرجات برضو، يعني أنا كان ممكن اخش بترول مثلا. اه، لكن يعني احنا اخترت. عارفين اللي هم الخمس اقسام موجودين ده كانوا اربعه. كان اربعه. كانوا كان اربعه الاربعه ايه بقى؟ كانوا اربعه اللي هو بترول وتكرير وفلزات ومناجم. ما ايوه، كانش ما كانش فيه فيه هندسه جيولوجيا. جيولوجيا. اه، تمام. الجيولوجيا بدات يعني من 10 سنين بس. ف... تمام. فالاختيارات كانت طبقا للظروف. وانا برضو بقى ايه ليا نصيحه في الحته دي، مفيش حاجه اسمها اختيارات. إيه المكان اللي انت تروحه شاطر فيه؟ اه، دي بتبقى عائق بالظبط. قدام الطلبه بعد اعدادي يختار اي إيه قسم. المكان اللي انت تروحه شاطر فيه. زويل راح كليه علوم. اه. اختياراته يمكن كان عايز يروح طب، راح مم. علوم بس بقى زويل. بس هو مختاره بناء على حب، هو حابب بالظبط كده، الكليه، بالظبط حابب المكان. بالظبط. وحتى لو الحاجه ما جاتش على اختيارك، حاول تحبها. مم. ده مش في الدراسه، حتى في الوظائف. جات لك وظيفه مش لايقه عليك، حبها، هتلاقيها كويسه بعد كده. وربنا تمام. هينقلك لأحسن منها. يعني دايما تمام. حب الحاجة اللي انت فيها دلوقتي، هي تمام. هتحبك. مفيش كلام.